قصة الطيار السعودي خالد الشبيلي صراحة من أكثر القصص المرعبة اللي سمعتها في حياتي، وتعتبر من أكبر حوادث الطيران بالعالم. قصته يا أخي عجيبة، كيف حتى وهو ساقط على الأرض وكان الموضوع منتهي إنه هو راح يموت وكل اللي معه، بس خالد أصر ينقذ قرية صغيرة كانت تحته. القصة كانت في 12 نوفمبر من عام 1996. كانت في طائرة شحن كازاخستانية رقم 1907 تستعد للهبوط في مطار نيودلهي بالهند، وفيها 37 راكب. وبنفس الوقت أقلعت طائرة سعودية رقم 763 من مطار نيودلهي، وفيها 327 راكب متجهة للمملكة السعودية. برج المراقبة أعطى التعليمات للكابتن خالد يلي كان قائد الطائرة السعودية بالارتفاع لمستوى 4 كيلومتر بالجو، وأعطى تعليمات للطائرة الكازاخستانية على أنها تحافظ على مستوى طيرانها بارتفاع 4.5 كيلومتر بالجو، وأنه تأخر هبوطها شوي حتى تمر الطائرة السعودية بسلام. بس الصدمة كانت لما الطائرة الكازاخستانية هبطت لمستوى 4 كيلومتر بالجو، مخالفة للتعليمات يلي اجتها من برج المراقبة، وهو نفس الارتفاع اللي بتحلق فيه الطائرة السعودية. برج المراقبة بلغ قائد الطائرة الكازاخستانية بأنه في طائرة مدنية قادمة باتجاهك ولازم ترتفع على الارتفاع المصرح لك، بس للأسف ما رد. كرروا النداء مرة ومرتين وثلاثة بس ما في أي استجابة. ولما وصلت الطائرتين لنقطة التقاطع، الكابتن الكازاخستاني تفاجأ بالطائرة السعودية وحاول يرتفع بطائرته لحد ما اصطدم بذيل الطائرة السعودية. الطائرة الكازاخستانية انشقت نصين وطاحت بنفس الوقت، أما الطائرة السعودية فخسرت ذيلها وكانت بتهبط بسرعة عالية. الكابتن خالد ما قال خلص الطيارة واقعة وتركها توقع على رؤوس الناس اللي تحته، لا أبدا. الكابتن خالد أبعد الطائرة عن قرية صغيرة اسمها شارك داداري وأسقطها في حقل فاضي. يعني الكابتن خالد ما بإيده حيلة ينقذ الركاب اللي معه، بس على الأقل أبعد الخطر عن هذه القرية الصغيرة. وللأسف في هذا الحادث مات كل الركاب يلي كانوا بالطائرتين يلي عددهم 350.